السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. أصدر الفيفا تصنيفه الرسمي الأول في عام 2024. التصنيف اللي بيجي بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية وكأس آسيا، بعد تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية وتتويج المنتخب القطري في نهائي عربي قدام المنتخب الأردني بكأس آسيا، واللي شهد التصنيف تغييرات مهمة جدا وبالأخص للمنتخبات العربية. فخلونا نشوف التصنيف الرسمي الأول لعام 2024 وتأثيره على المنتخبات العربية. فخلونا نبدأ بسم الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أول 11 مركز على مستوى العالم مفيش فيهم أي تغييرات: الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، البرازيل، هولندا، البرتغال، أسبانيا، إيطاليا، كرواتيا. وكذلك في المركز ال11 أورجواي بدون تغيير. وبداية من المركز ال12 في تغيير، والتغيير عربي لصالح المنتخب المغربي اللي تقدم مركز عن تصنيف السنة اللي فاتت عشان يصبح في المركز ال12 على مستوى العالم، وتتراجع أمريكا للمركز ال13، ثم كولومبيا، المكسيك، ألمانيا. وفي المركز ال17 متقدمة 3 مراكز السنغال عشان يكون تاني ظهور إفريقي، بينما أول ظهور آسيوي في المركز ال18 اليابان، واللي تراجعت مركز عن آخر تصنيف رسمي. وسويسرا أيضا متراجعة للمركز ال19، بينما في المركز ال20 إيران متقدمة مركز. في المركز 21 الدنمارك، 22 كوريا، 23 أستراليا، 24 أوكرانيا، 25 النمسا، 26 السويد، 27 المجر، 28 نيجيريا متقدمة 14 مركز، واللي يعتبر تقدم كبير جدا لصالح نيجيريا، واللي طبعا كانت في النهائي قدام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية. بينما في المركز 29 ويلز، 30 بولندا، 31 الإكوادور، 32 صربيا، 33 بيرو، 34 اسكتلندا، 35 تركيا متقدمة مركزين. وفي المركز 36 مصر متراجعة 3 مراكز، واللي طبعا قلت كتير من حيث النقط بأكتر من 18 نقطة. بينما في المركز 37 تقدم كبير جدا للمنتخب القطري متقدما 92 نقطة، وبالتالي تتويج تاريخي للمنتخب القطري للمرة الثانية على التوالي. وأيضا تقدم تاريخي للمنتخب القطري، أصبح في المركز 37 على مستوى العالم. 38 روسيا، 39 كوت ديفوار متقدمة 10 مراكز المتوجة بكأس الأمم الإفريقية. 40 تشيك، 41 المنتخب التونسي متراجعا 13 مركز. 42 تشيلي، 43 المنتخب الجزائري متراجعا برضو 13 مركز زي المنتخب التونسي. بينما في المركز 44 بنما، 45 رومانيا، 46 النرويج، 47 مالي، 48 سلوفاكيا، 49 اليونان، 50 كندا. بينما في المركز 51 الكاميرون، 52 فنزويلا، 53 المنتخب السعودي متقدما 3 مراكز، 54 كوستاريكا، 55 سلوفينيا، 56 باراغواي، 57 جامايكا، 58 جنوب افريقيا. وفي المركز 59 المنتخب العراقي متقدما 4 مراكز، واللي يعتبر فيه تقدم كبير من حيث النقط للمنتخب العراقي بأكثر من 43 نقطة، وكذلك جنوب افريقيا اللي تقدمت اكتر من 53 نقطة عشان تكون جنوب افريقيا في المركز 58 والمنتخب العراقي في المركز 59. في المركز 60 فنلندا، 61 بوركينا فاسو، 62 ايرلندا، 63 الكونغو، 64 البانيا، 65 كاب فيردي، 66 اوزبكستان، 67 غانا، 68 مقدونيا الشمالية، 69 الإمارات متراجعة 5 مراكز. بينما في المركز 70 تقدم تاريخي للمنتخب الأردني ب 17 مركز، واللي حقق تقريبا 71 نقطة، واللي بالتأكيد كانت مشاركته التاريخية ووصوله لنهائي كأس آسيا. بينما في المركز 71 البوسنة والهرسك، 72 مونتينيجرو، 73 إيزلندا، 74 إيرلندا الشمالية، 76 غينيا، 77 جورجيا، 78 الهندوراس، 79 غينيا الاستوائية، 80 المنتخب العماني متراجعا 6 مراكز، 81 سلفادور، 82 البحرين متقدمة 4 مراكز، 83 بلغاريا، 84 الجابون، 85 لوكسمبورغ، 86 بوليفيا، 87 زامبيا، 88 الصين، 89 المنتخب السوري متقدما مركزين. وفي المركز 90 هايتي.
91 كراس، و92 أوغندا، 93 أنجولا متقدمة 24 مركز، 94 أرمينيا، 95 بيلاروسيا، 96 ترنداد وتوبوغو، 97 المنتخب الفلسطيني متقدما مركزين، 98 بنين، 99 طاجستان، وفي المركز المية كازاخستان. بينما لو جينا وشوفنا باقي المنتخبات العربية من بعد المركز المية، هنلاقي المنتخب الموريتاني أصبح في المركز 106 متراجعا مركز، المنتخب اللبناني في المركز 115 متراجعا 8 مراكز، والمنتخب الليبي في نفس مركزه المركز 120، وجزر القمر متراجعة مركزين في المركز 121. بينما المنتخب السوداني أصبح في المركز 127 متقدما مركز، في حين المنتخب الكويتي في المركز 137 متراجعا مركز. بينما المنتخب اليمني أصبح في المركز 151 على مستوى العالم بتقدم مركز. بينما جيبوتي في نفس مركزها 192، وكذلك المنتخب الصومالي في نفس مركزه 198. وبكده نكون شفنا التصنيف الرسمي الأول لمنتخبات العالم في عام 2024، واللي يعتبر أكثر منتخب تقدما على مستوى العالم المنتخب القطري، واللي تجاوز عدد نقط التقدم 92 نقطة. تفتكروا يا ترى هل خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله يحصل تغييرات قوية للمنتخبات العربية، خاصة مع التغييرات الكبيرة اللي شفناها مع أول تصنيف رسمي للمنتخبات في 2024؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.